اسلقي الفشار في الماء المغلية، وبدل ما تعمليه في دقيقة اعمليه في ساعة ونص علشان نمشي ورا الترند اللي نازل جديد. ومع كده عارفين ان الفشار اصلا بنعمله في دقيقة واقل من دقيقة وبيطلع معانا رائع وجميل جدا. مش اي حاجة تسمعوها تصدقوها وتمشوا وراها كده على طول، لازم تتأكدوا من المعلومة اذا كانت صح او غلط. وطبعا لو عايزين تعرفوا الطريقة بالتفصيل وتسمعوا كل الكلام هتلاقوها موجودة عندكم على الصفحة. ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نبدأ. هنجيب حلة وهننزل بكوباية من الفشار وهننزل عليه بكوباية من الماء المغلية، وهنغلي الفشار لمدة دقيقتين، طبعا هما بيقولوا نص ساعة، وبعد كده هنصفيه. وهنجيب حلة تانية وهننزل بمعلقة من الزيت، طبعا دي غلط، انت هتكتري شوية زيت، وهتنزلي بالفشار اللي انت سلقتيه في المية وهتقلبيه، وهتقعدي واقفة على البوتاجاز لغاية نص ساعة او اكتر بكتير لغاية لما الفشار يطلع معاكي كده. تعالوا بقى نعمله الكراميل الجميل ده كده علشان نفرح نفسينا، علشان احنا تعبنا كتير قوي. هنجيب نص كوباية من السكر هنكرملها وهننزل عليها مكعبين من الزبدة، وبعد كده هننزل بالفشار وهنجيب الصينية وهنعمله بالشكل ده كده. وبألف هنا ليكم.